اوعى تشتري من تيمو قبل ما تعرف الحاجات دي. اول حاجه لازم تبقى عارفها هي انك لما تيجي تدفع الاوردر بتاعك بعد ما تخلص تجميع كل المنتجات اللي انت عاوزها، هتدفع مقدما، مش هتدفع عند الاستلام. يعني هتدفع بالفيزا وهتستنى لحد ما المنتج يوصل لك. تاني حاجه لازم تبقى عارفها هي انك لو طلبت الاوردر ووصل لك ودفعت الجمارك بتاعته والاوردر طلع فيه مشكله، زي مشكله في المنتج، كسر او مشكله ايا كان انت حبيت ترجعه، هترجعه وهتاخد فلوس المنتج كامله، ولكن للاسف فلوس الجمارك مش هترجع. وده للاسف لان الابليكيشن ملوش طريقه او تواصل مع الجمارك المصريه، وهي مؤسسه مستقله عن الابليكيشن، فعمليه ان انت تسترجع الجمارك للاسف مش هتكون متاحه. وعشان في ناس كتيره جت قالت لي ان هم عندهم مشاكل في الدفع بالفيزا، ففي اوبشن تاني سهل وبسيط جدا ممكن اي حد يستخدمه، وهو فوري. بالظبط، هو فوري اللي بندفع بيه فواتير الكهرباء والميه وبنشحن منه كروت الفكه. والموضوع سهل وبسيط خالص. بعد ما تخلص الاوردر بتاعك وتختار المنتجات اللي انت عاوزها، هتلاقي فيه اوبشن كده مكتوب فيه انك ممكن تدفع بفوري. بمجرد ما تختاره هيطلع لك كود، هتاخد الكود ده وتروح على اي سوبر ماركت فيه ماكينه فوري وهتدفع بيه. او ممكن تنزل ابلكيشن ماي فوري على موبايلك وتربطه بالفيزا بتاعتك وهتدفع عادي جدا بدون اي مشاكل. بس لو انت عندك مشاكل في استخدام الفيز على ابلكيشنات تانية او على منصات تانية، فانا بجهز لكم فيديو كبير قوي هيغطي كل مشاكل الفيز في مصر، وهيتيح لكم اوبشنات كتيره ممكن تستخدموها بحريه تامه وبسهوله، حتى من غير ما تروح بنك او تتعب في ورق ومشاوير كتير. ومش بس هنستخدم الفيز دي في ان احنا نشتري بيها من على تيمو بس، لا، انت ممكن تشتري بيها في اي مكان اونلاين. فما تنساش تتابعني وتعمل سبسكرايب وتستنى الفيديو الجديد.